ميسي يكشف سبب عدم عودته إلى برشلونة. كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني سبب عدم عودته من جديد للبرسا بعدما أعلن عن انتقاله لنادي إنتر ميامي الأمريكي في الصيف الجار. وأشار ميسي في تصريحات صحفية نشرتها يومية سبورت الإسبانية مساء الأربعاء إلى أنه لم يرغب في ترك مستقبله في أيدي الآخرين، مفيداً بأنه كان متحمساً للغاية للعودة إلى الكامب نو. ميسي يفتح قلبه ويؤكد: كنت أرغب في العودة إلى برشلونة بشدة. وقال ليو: بكل تأكيد أفتقد برشلونة، وشعور الحنين للنادي كان أكبر في أول موسم لي مع باريس. كانت الأمور صعبة للغاية بالنسبة لي، وكنت أتابع مباريات الفريق كلها، وأردت فوز الفريق بلقب الليجا مثلي كمثل كل جماهير للنادي، وكنت أتحدث مع تشافي بعض المباريات. واستطرد ميسي: بكل تأكيد كنت متحمسا لأقصى درجة ممكنة من أجل العودة، ولكن في الجهة المقابلة لم أكن أرغب في عيش نفس الوضع الذي عشته من قبل مرة أخرى. ليس علي الانتظار لرؤية ما سيحدث، لم أرغب في وضع مستقبلي في أيدي لآخرين. ووصل البولجا حديثه: بطريقة ما أردت اتخاذ القرار بالتفكير في نفسي وأسرتي، على الرغم من أني سمعت أن رابطة الليجا وافقت على كل شيء، وأن كل شيء كان على ما يرام العودة، ولكن كان هناك بعض الأمور الناقصة. سمعت أن النادي ما زال يحتاج لبيع اللاعبين أو تخفيض رواتب، ولكن الحقيقة أني لم أرغب في حدوث كل ذلك. واستمر بطل العالم 2022 خلال مسيرتي مع برشلونة: اتهموني بعدد من الأشياء الباطلة وتعبت من هذا، ولهذا لم أرغب في تكرار ذلك مرة أخرى. وهذا الصيف كنت أحب العودة بشدة، ولكني خشيت أن يتكرر الأمر ذاته من جديد، ويكون هناك مشاكل في تسجيل العقد. لأريد أن أكون في عجلة من أمري لاتجاهي أموري العائلية. في مرتنا الماضية جاءت صفقتنا انتقالي لبرايس دون تحضير، واضطرت للبقاء في فندق مع أسرتي لفترة طويلة.